هو انت مالك بتخلعي الدبله ليه؟ بص يا احمد، كل شيء اسمه نصيب، وانا مش هقدر اكمل معاك تاني. ليه بس؟ في ايه؟ ايه اللي حصل؟ بص يا احمد، الدهب غلى، خدها بيع عشان تكفي مصاريفك. احنا لو اتجوزنا مش هتقدر على مصاريفي. المفروض حوار الدهب ده ما ياثرش على علاقتنا في حاجه. انت اكتر واحده عارفه دلوقتي احنا الشغل عامل ازاي والدنيا عامله ازاي. انا لما بشتغل عند حد اخري باخد 5000 جنيه في الشهر، مش 15 و20 زي الناس اللي احنا بنسمع عنهم دول. هم مش موجودين اصلا. انا فاهمه يا احمد، بس انا شلت موضوع الجواز ده من دماغي. يعني ايه مش مستعده للجواز؟ امال الفتره اللي فاتت دي كلها كنا بنعمل ايه؟ يعني جبنا عفش وجبنا حاجتنا وكل حاجه. انا عايز افهم، يعني جايه دلوقتي تقولي كده ليه؟ في حد في حياتك؟ فهميني. انا اسفه يا احمد، انا مش مستعده للرد، انا اسفه. يا بنت اتأخرت كده ليه؟ انا ما خلعت منه يا اخي، ده كان كابوس. يا بنتي من الاول انا قايل لك الواد ده فقير وهيجيب لك الفار، قلت لك امشي معاه لعبد الله، هيقدر على مصاريفك وهيعمل لك كل اللي انت عايزاه، لكن هيقعد يقول لك بقى معيش النهارده وبكره معايا ويوم معايا ويوم معوش. الكلام ده معاش ياكل، اللي معاه يكسب. طبعا يا ابني، امال انا اخترتك ليه؟ ايوه بقى، يلا بينا. يلا. ايه ده؟ لا مش دي صافي اللي بتحب الولد احمد؟ غريبه والله. ايه ده؟ والله ابن حلال وجيت في وقتها. الو، ايه يا احمد؟ طب اقول لك انا جاي لك. ايه يا ابو الصحاب؟ ايه يا حبيبي، إيه عامل الدنيا؟ ازاي؟ قول لي عليه. والله يا ابني كويس انك رنيت عليا والله. ايه في انا ايه؟ كنت عايزك في حاجه والله. والله ضروري. انا عايزك في حاجه اهم، عايز اتكلم معاك في حاجه. حاجه ايه؟ ايه هي؟ انا وصفي سيبنا بعض ايه؟ سبتوا بعض؟ انا وصفي سيبنا بعض وحصل حاجات كتير قوي النهارده، وبتقول لي ان احنا مش هينفع نكمل، وبتقول لي ان خلاص الحياه صعبه ما بيننا، وان انا ماديا مش هبقى كويس. بس انا حاسس ان في حد تاني في حياتها، يعني مش العادي انها تقول لي كده ولا تتكلم معايا في كل ده. بص يا احمد، كل اللي حصل ده خير ليك يا ابني، صدقني. سيبك من كل اللي فات وانسى بقى. يلا بينا. ماشي. مسا مسا، جبت لك حاجه بتحبيها، ايه؟ اللابتوب اللي انت اتكلمت عليه قبل كده. افتحي بقى كده عشان تشوفيه. لا في الاولانيه، في الاولى. الله، عجبك؟ جميل قوي، تسلم ايدك. بص يا ستي، يا اسطى والله الموضوع مضايقني، يعني انت عارف ان انا بحبها من زمان والكلام ده. يا عم انسى بقى يا عم. بقول لك ايه، بص انا عايزك في موضوع كده. احمد بقول لك نعم. خليك هنا 5 دقايق بس وهرجع لك تاني. هجيب حاجه وارجع بس. ماشي. بقول لك ايه، اقوم كده اجيب حاجه ايه شبه سوا، ماشي؟ 5 وجاي لك. ايه ده يا محمد؟ ايوه محمد اللي انت كنت صاحبه الفقير اللي كان بيعمل المستحيل علشانك. انا عارفه انه بيحبني، بس هو ما كانش هيقدر يكفي مصاريفي. وليه ما حكيتلوش حاجه زي دي من الاول؟ لا علقتيه بيكي وفي الاخر عملت فيه كده. بص يا محمد، كل شيء اسمه نصيب، وانا مرتاحه مع اللي معايا.